تعالى اقول لك ازاي بقى تعملي احلى والذ كيكه رواني او كيكه البسبوسه زي ما بتحبي تسميها. هنعملها النهارده بمقادير بسيطه، سكر مظبوط، غير انها كمان بتطلع كده بتدوب حرفيا. هتطلع معاكي ناجحه من اول مره، فيلا بينا نسمي الله كده ونصلي على الرسول وندخل في الوصفه على طول. في الوقت ده هنزل انا باربع بيضات في البوله بتاعتي وعليهم كوبايه من السكر، ظرف من الفانيليا. هبدا اضربهم كويس جدا، لا اما بقى بالمضرب الكهرباء او بالخلاط، مفيش اي مشكله المتوفر بالنسبه لك. هبدا اضربهم كويس جدا لغايه ما الخليط بتاعي يبدا يفتح معايا، وفي الوقت ده هنزل عليهم بكوبايه من الزبادي، والمقصود بكوبايه من الزبادي يعني كوبايه معياريه، وعليهم كوبايه الا ربع من السمنه على الزيت، ده خليط كده مع بعضه. عايزة تعمليها سمنة بس أو زيت بس مفيش أي مشكلة، بس بصراحة خليط السمنة مع الزيت بيدي لها طعم ونكهة حلوة جدا. نزلت كمان بمعلقة كده من الخل، ومعايا كوباية ونص من الدقيق، عليهم رشة من الملح، باكت كده من الكيك شيف أو البيكنج باودر، وهبدأ أخلطهم لغاية ما الدقيق اللي معايا ده يختفي تماما. في الوقت ده بكون مجهزة معايا كوباية كده من الدقيق السميد أو دقيق البسبوسة. طبعا دقيق البسبوسة اللي أنا هستخدمه النهاردة مش مضاف عليه أي حاجة خالص. هبدأ أنزل بقى هنا بكوباية من دقيق السميد، عليهم معلقتين كبار كده من الجوز الهند. وطبعا جوز الهند اختياري، ولكن طبعا تفرق جدا في طعم الكيكه بتاعت النهارده، بصراحه تاخدها في حته تانية. هبدأ اخلطهم بقى لغايه ما جوز الهند كده ودقيق السميد يختفي. هتلاحظي ان الخليط بتاعنا تقيل شويه. طبعا الخليط ده احنا مش هنسيبه بالشكل ده، الخطوه اللي جايه هتخلي الكيكه بتاعتك في حته تانية، كيكه هشه كده وخفيفه ومرتفعه، اللي هي عباره عن كوبايه كده الا ربع من الحليب او اللبن، اهم حاجه تكون مغليه، بكون لسه غلياها، وانزل بيها على خليط الكيكه دي، واقلبها كويس جدا لغايه كده بقى ما الحليب يختفي، والقوام بتاعنا يكون مظبوط ويبقى معانا بالشكل اللي هتشوفيه دلوقتي. هديلهم بس تقليبه كده، وبعد كده الخليط بتاعنا يكون جاهز، ونجهز معانا صينيه. مقاس الصينيه بيكون 24 او 26. وفي الوقت ده طبعا بكون مشغله الفرن بتاعي على درجه حراره 180، داخله في كده في الرف الاوسط، بشغل الفرن من تحت. اول ما بتاخد تسويه مظبوطه بعمل لها اختبار كده بالخله، بكون فاتحه لها بقى الشوايه بتاعتي لغايه ما تاخد لون ذهبي، تطلع معانا بالشكل ده. ما شاء الله التسويه بتاعتها مظبوطه جدا، ارتفاعها اللهم بارك، هشه وخفيفه، مش قادره اقول لكم على قد ايه هي جميله. اول بقى ما بتطلع من الفرن بجيب بقى اي خله كده بعمل بقى فتحات بالشكل ده، وانزل لها عليها بالشربات. عندك شربات متبقي كده من رمضان تقدري طبعا تستخدميه، ما عندكيش انا هقولك برضو على مقادير الشربات واحطها لك في اول تعليق باذن الله. في الوقت ده بعد ما شربت الشربات بتاعها المظبوط، هبدا ازينها بس بشويه كده من الجوز الهند. بعد بقى ما شربت الشربات، تعالوا بقى نقطعها مع بعض ونشوفها كده من جوه شكلها عامل ازاي. قد ايه طلع معانا هشه وخفيفه، الارتفاع بتاعها اللهم بارك، والتسويه بتاعتها مظبوطه. ده غير ان السكر بتاعها بقى مظبوط جدا. وصفه متاكده انها تطلع معاكي كده ناجحه من اول مره. يعني لو الكيكه بتفشل معاكي، فانا متاكده ان وصفه النهارده تطلع معاكي ناجحه والكل هيدعيلك عليها. اتمنى تجربيها لانها تستاهل التجربه. اشوفكم على خير في وصفات تانية جايه جديده. يا ريت ما تنسيش تعملوا لايك وشير عشان يوصلك كل جديد معانا باذن الله. اشوفكم على خير.